السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأستاذ. طبعا محدش فينا ما يعرفش المخلوق الشيطان. الشيطان بالنسبة لنا هو العدو الأول، أو نقدر نقول كمان هو العدو الأبدي. ولكن النهاردة هنعرف هو الشيطان ده بدأ أصلا إزاي، يعني جه إمتى وإزاي اتربى وإزاي كان موجود مع الملائكة، وإيه قصة سجوده أو رفض السجود بتاعته اللي رفضها لله سبحانه وتعالى. كل الحاجات دي إن شاء الله هنعرفها في حلقة النهاردة. لو عاوز تعرفها ما تروحش بعيد. بس قبل ما تروحش بعيد، اتفقنا مع بعض قبل كده لو عجبك المحتوى اشترك في القناه علشان يوصلك كل جديد. قبل ما ربنا سبحانه وتعالى يخلق سيدنا ادم كان خالق الجن وموزعهم في الارض، ولكن الجن هنا ارتكبوا مجازر كتيره جدا وسفكوا دماء بعض. ولكن في هنا بعض الروايات بتقول هل الجن هنا سفكوا دماء بعض ولا هل سفكوا دماء اقوام تانية كانت موجوده معاهم في الارض زي قبائل الحن والبان. هنا الدين عندنا في الحته دي خلاها غامضه وما تكلمش فيها، او يمكن بمعنى اصح مش مهمه بالنسبه لك ومش مهم ان انت تعرفها، ما علينا. المهم ان الملائكه يا سيدي كانوا كل فتره بينزلوا بمعنى اصح بيحجزوا ما بين قبائل الجن علشان حته سفك الدماء. والملائكه في مره من المرات وهم في الارض لقيوا جن صغير كده في مرحله الطفوله قاعد لوحده بمعنى اصح يتيم، فخدوه معاهم ورفعوه للسماء وعلموه ازاي يسبح ربنا وازاي يعبده، لدرجه انه فضل يعبد ربنا لدرجه انه كان قرب يوصل لمرحله اعلى من الملائكه بسبب حته العباده وشده العباده بالتحديد اللي كانت عند ربنا. ولكن في نقطه صغيره هي اللي فضلت فاصل ما بين المخلوق ده وما بين الملائكه، هو انه دايما وابدا شايف نفسه باستمرار احسن منهم، او انه المفروض انه في حاجه احسن منهم وهو مفضل عليهم. ايه السبب؟ الله اعلم. الجن الصغير هنا كبر وابتدى يعبد ربنا لدرجه انه من شده العباده بتاعته المكانه بتاعته كانت هتكون افضل من الملائكه. وهنا ربنا أعطاله سلطان السماء الدنيا، وكمان تم تلقيبه بلقب طاووس الملائكة. تخيل إن إبليس الشيطان كان اسمه طاووس الملائكة. لحد ما هتيجي بقى جزء أو بداية اللحظة الفارقة. اللحظة الفارقة هنا هتتم على مرحلتين. المرحلة الأولى لما ربنا خلق سيدنا آدم المخلوق الجديد. ربنا لما خلق سيدنا آدم كان خلقه من صلصال ولكن كان مجوف، لسه ربنا ما نفخش فيه الروح. الملائكة كلهم كانوا بيستغربوا مين المخلوق ده وإيه ظروفه ويا ترى ربنا خلقه ليه. طبعا الملائكة هنا بيسألوا باستغراب. طبعا هنا اللي كان هيتجنن ويعرف مين المخلوق ده هو إبليس يجي هنا ناحية سيدنا آدم وهو طبعا لسه ربنا ما نفخش فيه الروح، ويبتدي يبص فيه ويحاول يتأمله ويطلع فوق وينزل تحت ويدخل جواه، وفي الآخر راح متسحب ورايح للملائكة وقال لهم المخلوق اللي ربنا خلقه جديد ده مخلوق ضعيف جدا، ده أنا ممكن أحرقه بطرفة عين. طبعا بعد كده ربنا بينفخ الروح في سيدنا آدم. الملائكة طبعا بتسأل ربنا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. ربنا سبحانه وتعالى بعد كده علم سيدنا آدم في تكملة الآية الأسماء كلها. وهنا بعض العلماء اختلفوا في حتة الأسماء، هل هي أسامي الحاجات اللي احنا بنتعامل بيها ولا هل الصفات بتاعتها ولا هل هي اللغات. ولكن في الحالات دي برضو مش هنختلف، لأن في كل الحالات سواء كانت الصفات أو الأسماء أو كانت مقصود بها اللغات ففي الحالتين مفيش مشكلة. وهنا بقى يا معلم بتيجي اللحظة الثانية الفارقة، وهي لحظة إن ربنا سبحانه وتعالى بيأمر الملائكة إنهم يسجدوا لسيدنا آدم. طبعا علشان خاطر انت ما تتوهش ازاي هنا ربنا هيأمر الملائكة يسجدوا لمخلوق. قصة السجود هنا ليست قصة سجود عبادة، ولكنها قصة سجود تعظيم وتشريف. زي بالظبط القصة بتاعت سيدنا يوسف لما سيدنا يعقوب وإخوة سيدنا يوسف دخلوا على سيدنا يوسف وهو عزيز مصر وربنا أمرهم بالسجود ليه. إذن السجود هنا سجود تعظيم وليس سجود عبادة. هنا بقى يا معلم كلنا عارفين الحتة دي اللي حصل فيها لأنها ذكرت في القرآن كذا مرة وبكذا طريقة. الملائكة كلهم ما اعترضوش إطلاقا على حتة السجود، ولكن إبليس بسبب النقطة اللي كانت موجودة عنده في بداية القصة زي ما قلنا وهي حتة التكبر. هنا إبليس بلغ من الغرور والعظمة التبجح، انه رفض انه يسجد لسيدنا ادم وبيعاد ربنا وجها لوجه. وتخيل يا مؤمن انه يقول لربنا انت غلط، انا ما اسجدش لده، انت خلقت ده من طين، اما انا مخلوق من نار، انا اعظم منه. فربنا سبحانه وتعالى هنا بيتوعد ابليس، وابليس نفسه مش بيتوعد ربنا طبعا حاشا الله، بيتوعدنا احنا انه بيقول يا رب اديني يوم معين نتقابل فيه وانا هغوي امتك وهغوي امه ادم ده بالتحديد. هنا بقى السؤال ليه ابليس بيغويك لحد النهارده وبيغوي امه سيدنا ادم؟ لانه بالبلدي كده ابليس شايف ان العداء الصريح يعتبر بينك وبينه هو، لان انت كانسان وان انت كمخلوق انت اللي اخدت المكانه اللي ابليس كان بيطمع انه ياخدها. طبعا كلنا عارفين بعد الحادثه دي ربنا سبحانه وتعالى خلى سيدنا ادم دخل الجنه، فسيدنا ادم كان حاسس بالوحده
فخلق له السيدة حواء من ضلعه وعاشوا في الجنة. ومعروفة برضو قصة الشجرة إن ربنا نهاهم عن إنهم يأكلوا من الشجرة الفلانية. هنا بقى الشيطان والحية اللي كانت موجودة معاهم في الجنة وسوسوا لسيدنا آدم والسيدة حواء وخلاهم كلوا من الشجرة. هنا الفرق ما بين سيدنا آدم وما بين إبليس، إن سيدنا آدم لما أذنب استغفر ربنا سبحانه وتعالى، او معنى صح ربنا سبحانه وتعالى بعت له كلمات يستغفر بها فربنا غفر له. يعني تخيل يا مؤمن ان ابليس لو كان استغفر على حته رفضه للسجود كان ربنا غفر له عادي جدا. هو ده الفرق ما بين سيدنا ادم وما بين ابليس. هنا سيدنا ادم هيخطئ وهيستغفر ربنا وربنا هيغفر له وهيخليه ينزل على الارض يعيش فيها، بس هينزل هو في مكان والسيده حواء في مكان وبعدين هيتقابلوا مع بعض. نزل سيدنا ادم والسيده حواء واتقابلوا زي ما اتفقنا وابتدوا هنا يخلفوا. السيده حواء كانت تحمل دايما في توأم ولد وبنت، بس كان هنا من شريعه الكون اللي ربنا شرعها في الوقت ده ان الولد والبنت اللي اخوات يتجوزوا بعض. بس بمعنى ايه؟ البطن الاولانيه اللي السيده حواء هتحمل فيها هتحمل في ولد وبنت، البطن الثانيه اللي هتحمل فيها هتحمل برضه في ولد وبنت. الولد اللي نزل من البطن الاولى هيتجوز البنت اللي نزلت من البطن الثانيه. يعني بمعنى صح ما ينفعش الولد اللي نزل في البطن الاولى يتجوز البنت اللي نزلت معاه في نفس البطن. هنا السيده حواء هتنجب مين؟ البطن الاولى انجبت ولد اسمه قابيل واخت معاه اسمها اقليمه. البطن الثانيه انجبت هابيل واخت معاه اسمها لبوده. كده المفروض ان انت فهمت ان قابيل هيتجوز لبوده وهابيل هيتجوز اقليمه. ولكن هنا قابيل مرضيش بمساله الجواز دي، فسيدنا ادم علشان يحل المشكل ما بينه وما بين اخوه طلب منهم ان كل واحد فيهم يقدم قربان لربنا سبحانه وتعالى. والقربان ده عباره عن حاجه هيقدمها كل واحد فيهم وهيحطها اعلى قمه الجبل، اللي هيترفع منها للسماء يبقى ربنا سبحانه وتعالى هيتقبل القربان بتاعه. قابيل كان مزارع فاختار اسوأ زراعه عنده وحطها فوق الجبل. أما هابيل كان راعي أغنام فاختار أحلى خروف عنده وحطه فوق الجبل. تم قبول هنا القربان بتاع هابيل ورفع إلى السماء. وخد بالك إن بعض الروايات بتقول إن الخروف اللي حطه هابيل وتم قبوله كقربان وتم رفعه إلى السماء هو نفس الخروف أو الكبش اللي نزل على سيدنا إبراهيم عشان يفدي به سيدنا إسماعيل من الذبح. طبعا عمنا قابيل ما عجبوش اللي حصل وصمم هنا بقى على قتل أخوه هابيل. ويقال في بعض الروايات إن قتله بفك حمار، والقصة الشهيرة اللي كلنا عارفينها لما شالوا على كتفه وكان محتار يوديه فين. فلما ربنا سبحانه وتعالى بعت له غرابين قتلوا بعض، او بمعنى صح غراب فيهم قتل التاني وبحث في الارض ودفن الغراب، فهنا قدر يتعلم من الغراب قصة الدفن. وخد بالك هو لما ضرب اخوه بفك الحمار الدم بتاع اخوه الارض ما شربتوش، ولحد وقتنا هذا الارض بتأبى انها تشرب دماء القتيل. ويقال كمان ان قابيل هنا خد زوجته لبوده اللي هو كان المفروض يتجوزها اصلا في الاول وراحوا قعدوا في مكان بعيد وخلف ذريه كمان كلها حقد وغل ونبعه منه. وطبعا ده كله جاي عن طريق مين؟ وسوسه الشيطان للانسان، لان الشيطان توعد الانسان وتوعد ذريه بني ادم بالتحديد، لان زي ما قلت لك من شويه الشيطان شايفك انت الانسان يلي من ذريه بني ادم ان انت العدو اللدود ليه. خد بالك تخيل ان انت العدو اللدود للشيطان. ليه؟ لان الشيطان شايف نفسه انه كان هو يستحق المكانه والتكريم والتعظيم اللي خده الانسان من عند ربنا بدلا منك، فعلشان كده هيفضل يكيد ليك للابد. اتمنى ان الحلقه تكون عجبتكم.